وفي استقبال الأبطال، فوزي القجاع قال بالأمس مخاطبا عناصر المنتخب الوطني، قال: إن جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي فخورون بكم. طبعا كل الفخر بالمجموعة ككل، المجموعة التي أسست المدرسة مغربية في الفوتسال كرة القدم داخل القاعة، والكابيتانو معنا في ركن الظهيرة سفيان المسرار. مسرورون بتواجدك معنا. بارك الله فيك وكنشكرك على هذا الاستضافة. مرحبا بك، وأنت معنا في بلاطو الظهيرة بجائزة رجل المباراة في نصف النهائي، كانت أمام ليبيا. العميد 3 الكؤوس متتاليه، شنو السر؟ بصراحه شنو السر؟ لانه كتبردوا لنا القلب نتوما تاع الفوتسال. الحمد لله ما كاينش سر زعما، الحمد لله حنا خدامين مع السي هشام دقيق، الجامعه كتوفر جميع الظروف، والصراحه كندخلوا على طول العام اننا كنوجدوا. بصراحه ماشي الظروف دائما هي دي، يعني الجامعه الى وفرت الظروف كتكون النتائج بالشكل اللي كتحقوه انتم. اكيد كاين سر ما، واش كاين واقعيه، كاين عمل دائم، لانه النجاح ديالكم مستقر. هادشي اللي قلت لك، يعني كاين العمل على طول العام. يعني الصراحه اللعابه كيديروا دي ستاج على طول العام كنوجدوا. عارفين بان كل كاس افريقيا مثلا 2016 يعني كانت في جنوب افريقيا، 2020 كانت في العيون، و2024 كانت في الرباط. يعني عارفين كل ما حنا كنربحوا كاس افريقيا الا الصعوبه كتزاد، يعني كاع المنتخبات غيبغيو يربحوك، حنا كنزيدوا الخدمه. بغيناكم كاس العالم، علاش لا في اوزبكستان هذا العام؟ ان شاء الله دابا اننا حققنا الهدف الاول هو كاس افريقيا الثالث على التوالي. ان شاء الله دابا غندوزو نوجدوا الكاس العالم في اوزبكستان ان شاء الله. عرفتي بصراحه كنت كنسمع لهشام دقيق من بعد المباراه اللي حققتوا فيها 13 هدف، كان تصريح خرج به الناخب الوطني قال انه نساو هذه الفرحه ديال 13 هدف ونشتغلوا على المباراه، بمعنى انه غتنساو الكاس الثالثه وغتبداو تشتغلوا الان على اوزبكستان. ضروري حنا ديريكتومون ابخي كاس افريقيا كنرينيو بالليل قبل ما نمشيو نحتفلوا. هذا الاحتفال وهذه الثقه اللي ولات عند المغاربه فينا كتزيد المسؤوليه علينا، يعني خصنا نزيدوا نخدموا. قالنا نتسالوا لي كل واحد يسالي البطوله ديالو في فرنسا في اسبانيا، خصكم تدخلوا ديريكت للمغرب باش نبداو الخدمه، حيت المسؤوليه كبرات. دابا كلشي ولا كيهضر على كاس العالم، خصنا نمثلوا المغرب احسن تمثيل، وهذا الشيء كيزيد الضغط. نقدروا نحلموا في اوزبكستان ان شاء الله. حنا الهدف الاول هو اننا نديروا احسن من المشاركه اللي فاتت اللي هي ربع نهائي. توصلتوا الربع النهائي، وكان سابقه الوصول الى ربع نهائي كاس العالم. باش ما نديروش ضغط بزاف، نمشيو ان شاء الله. الهدف هو النصف النهائي، وان شاء الله غنديروا اللي في استطاعتنا باش اننا نفرحوا المغاربه مره اخرى ان شاء الله. راه المرور كيقول لي هشام خليل انه المرور الدور الثاني كان انجاز، فما بالك الربع؟ كنا مشينا باش نحققوا اول 3 نقاط في كاس العالم، حرقنا المراحل، دابا كلشي ولا تيطالبنا اننا نمشيو ننافسوا على كاس العالم. ان شاء الله حنا غنديروا المجهود ديالنا، ونتمنوا ما نخيبوش ظن المغاربه فينا ان شاء الله. احنا فخورون بهذا المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة. تبارك الله 3 الكؤوس. مصر عندها 3 الكؤوس ولكن ماشي بشكل متتالي، المنتخب المغربي بشكل متتالي. الحمد لله. تتكلم على 3 كؤوس، كتكلم على 12 عام ديال العمل. لا، اللي صعيب هو انك كأس تجيبوا هذه الدورة وتجيبوا في الدورة الثانية. الاستمرار في النجاح وفي حصد الكؤوس ماشي سهل. صراحه كاين هناك كما تنقول كاين عمل قاعدي، زعما حنا كنضربوا تمر على طول العام كنخدموا، وكما قلت لك الجامعه موفره جميع الظروف. دابا كاين واحد العلاقه قريبه ما بين رئيس الجامعه ومنتخب فوتسال. امبارح استقبلكم رئيس الجامعه ديما. واش كانت الرساله البارزه في الاستقبال الى جانب الاحتفال بمنتخب كبير؟ وديما كان تيقول لنا زعما قولوا لي شنو خصكم باش تنافسوا على كاس العالم، كيدير عليك الضغط، يعني بلا ما تقلب على شي سبب علاش ما غتنافسش على كاس العالم، بغيتوا تلعبوا دي ماتش يكون نجيب لكم اي منتخب تلعبوا ضده، بغيتوا ستاج في القمر تمشيو ديروه، يعني انا بغيت على النتائج. يعني تيقول لك بغينا عافيه الارض. قال تيقول لك زعما نوفر لكم جميع الظروف، وانتم بالمقابل انكم تهديوا المغاربه كاس العالم، حيت كما تقول الجمهور المغربي تيبغي زعما المنتخبات ديالو يكونوا في القمه، وحنا عارفين المسؤوليه. ولينا زاعمين حيت ملي وصلنا النصف النهائي في قطر بغينا الفوتسال كاس العالم. كل التوفيق لكم وكل التوفيق للمجموعه، ومبروك عليكم مره
أخرى الله يبارك فيك. الكأس الثالثة. بارك الله فيك. شكرا لك سفيان المسترار كابيتانو شكرا العميد. بارك الله فيك. شكرا. في الختام